بقالي فترة مخطوبة. أنا وخطيبي بقالنا حوالي شهرين كده، والخطوبة كانت صالونات عن طريق واحدة صاحبتي. أول ما عرفنا هو كان عارف شكلي كويس وشايفني قدامه. أنا وزني حوالي 83، بس جسمي متناسق الحمد لله، يعني مش تخينة قوي ولا حاجة. بعد ما اتخطبنا بفترة فاجئني وقال إنه مش عاجبه جسمي كده، ولازم أخس عشان هو مش بيحب البنت المليانة. أنا زعلت بصراحة إنه قال كده، بس ما عملتش مشكلة، وبدأت أعمل دايت والحمد لله بخس واحدة واحدة. بس امبارح حصل موقف خلاني أعيد حساباتي شوية. كان بيكلم واحد صاحبه، وصاحبه ده بيقوله إن مراته ورث فلوس من أبوها، والست دي استخدمت الفلوس في إنها تشتري عربية بدل ما تديها له يكمل بيها مشروع ولا يشتري بيت. فخطيبي وهو بيحكي لي ساعتها اتنرفز وقال أنا لو مكانه أطلقها، وبدأ يشتمها بألفاظ صعبة جدا. فقلت له بهدوء، يعني هي حرة في ورثها ده، مالها وهي اللي ورثته، مش لازم تديله جوزها. فرد عليا وقال لا، الست اللي مع جوزها ومعاها فلوس لازم تديله لو طلب منها، ولو رفضت تبقى قليلة الأصل وزبالة كمان. قال لي كده بالنص. فساعتها اتصدمت منه، خصوصا لما كمل كلامه وقال يعني لو احنا اتجوزنا وانا عايز ابني بيت لينا، وانتي معاكي فلوس وما اديتنيش تبقي مش محترمة. أنا فعلا معرفتش أرد واتصدمت فيه جدا، خصوصا إنه في بداية الخطوبة وكان عقله جميل وكان عاجبني. أنا معايا دبلوم فني وما كملتش دراستي عشان ظروفي كانت صعبة، وبابايا الله يرحمه متوفي من وأنا عندي سنة بس، وكنت بتمنى أكمل تعليم بس ما قدرتش. دلوقتي بشتغل شغلانة بسيطة ومعاها شغل أونلاين من البيت عشان أجمع لجهازي. وأمي كانت متضايقة قوي إني نازلة أشتغل، لأن ده مش معمول عندنا في العيلة خالص، بس عملت كده من نفسي عشان أساعد. الغريب إنه بيقول إنه مش مانع إني أشتغل بعد الجواز، بس بشرط يبقى شغل بره البيت من الصبح لحد العصر عشان ألحق أطبخ قبل ما يرجع، وكمان أستمر في شغل الأونلاين. يعني هو شايف إني أشيل مسؤولية البيت والشغل بره وجوه، وأطبخ واهتم بيه وبالعيال كمان بعدين، وأنا لسه عندي 22 سنة. بصراحة بقيت مش عارفة أكمل ولا لأ. حاسة إنه شخص شايف الدنيا كلها من ناحيته بس، ومش حاطط في اعتباره تعبي ولا ظروفي، ولا حتى إن طبيعتي غير مامته اللي قاعدة في البيت، ولا أمي اللي عمرها ما اشتغلت، ولا حد من قرايبنا أصلا. أنا دلوقتي محتارة وحاسة إني لازم أسيبه، لأنه مش الشخص اللي كان نفسي أكمل حياتي معاه.